اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ضبط النفس. مش عارف في ايه يعني، والله عمال اسال في ايه، بس المهم اضبط نفسك وخلاص. الاستاذة ايميليا كلارك اللي هي بتاعه جيم اوف ثرونز. جرى ايه ايميليا؟ جرى ايه؟ احنا ما وراناش غيرك ولا ايه؟ كل شويه هنظبط نفسنا بسببك في ايه يا اولاد؟ احنا هنرجع بالحكايه لورا 3-4 ايام، يعني بعد الفيديو اللي انا عملته هي كملت بقى، هي استمرت خلاص. موضوع في رمضان انا نفسي انساه، والله انا زهقت منه ونفسي انساه، وهي مصره يعني، هي قاعده مش عارف عشان هي قاعده بعيد ولا ايه. المهم ما علينا، من 4 ايام قامت منزله صوره ليها هي ومو صلاح، ده في متحف الشمعي، ده مش حقيقي، ده مش حقيقي حضرتك. وكتبت مو صلاح وقد نالت هذه الصورة 129,000 لايك وهاها وقلب وكده، واتعمل لها شير 4500 شير لحد هنا، ومفيش مشكلة، بتحكها في مو صلاح وما اتكلمناش. المهم قامت الاستاذه ايميليا كلارك حطت في اول كومنت صوره ليها هي ومو صلاح، وكتبت مو صلاح زي ايجيبشن كينج، وقعدنا نسقف ونهيص وبتاع، وهي والفنانه وكابتن مو خلاص. ونالت هذه الصوره 16,000 لايك وقلب وهاها وكده. تسكت الاستاذه ايميليا كلارك؟ لا ما تسكتش طبعا. قامت في الكومنت اللي بعديه حاطه نفس الصوره بتاعت مو صلاح، بس مركبه وش الاستاذ عمرو مصطفى، يعني في رمضان. والله ده كلام يا ايميليا، تعملي كده تبهدلي الراجل يعني، ده غريب. المهم يمكن الموضوع جه في صالح الاستاذ عمرو مصطفى، وحاز هذا الكومنت على 77,000 هاها، عشان مركبه راس عمرو مصطفى على مو صلاح. ده كلام يا وليه، ده كلام. المهم لحد هنا والامور كانت ماشيه عادي، مفيش مشكله، لحد ما نتفاجئ النهارده والله قبل الفطار، لدرجه ان انا الله، ده في حد هكر التليفون ولا ايه؟ ايميليا كلارك قامت مغيره صوره البروفايل بيكتشر بتاعتها ونزلت صوره عمرو مصطفى، والله العظيم بقيتش مصدق والله العظيم. المهم بقى الغريبه والاغرب ان من 4 ساعات والله حازت هذه الصوره على 376,000 يعني كلهم دخلوا، و44,000 شير. في ايه يا شيخه؟ في ايه يا مفتريه؟ والله العظيم حد يعمل، انت استغلتينا والله العظيم، انت مفيش حد يلمك. المهم طبعا احنا عمالين ندور، انت هتيجي على الراجل والله العظيم، انت في ايه؟ والله احنا نتلم كل دول ناس عامله طب ما فيش حد يجيب حق الراجل يا اخوانا. المهم قامت ايميليا كلارك تسكت، ما سكتتش والله. في ايه انت مين الادمن بتاعك؟ والله في ايه الواد ده ماله؟ قامت منزله اول كومنت كاتبه ايه، ستوب سندنج مي ذيس شيت، وفي طقم هي لابساه كده شبه بدله حمو بيكا اللي كان مصور بيها مع رامز. والله العظيم ده كلام يا انت جاي على بيكا؟ ده غلبان والله العظيم، ايه اللي الشت ولا عيب كده والله العظيم. وقد حاز هذا الكومنت على 102,000 ده كلام يعني. الارقام والله العظيم جرايه احنا ساوي والله العظيم، الارقام تجنن، ما يصحش كده يا فنانه. طبعا كعادتي وكعاده كل الناس يعني قلت اتمشى في الكومنتات، والله العظيم مش فاهم في ايه. فكتبت دينا مصطفى دي احلام نوم العصر، والله كان بالنسبه لي نفس في ايه ده حقيقي ولا؟ وعمرو مصطفى صورته غرقت البروفايل عندها. دخل الاستاذ كريم كوكب، وده غالبا صوت العقل بقى، كاتب ايه، معلش انا اسف والله اني اصدمكم، بس دي فان بيج اصلا، عشان بقيت شايف الناس مقتنعه انها ايميل. حتى لو فان بيج يا كيمو يعني، بس عاملين شغل والله العظيم، واخديننا وراه واحنا رايحين، والله انا مش عارف رايحين ليه، بس في احنا تلاقينا هناك. دخل الاستاذ اسلام عامر وقام حاطط الصوره دي، الله ده كلام بتلم، وحاطط صوره نفادي. بلاش نفادي، ما تعرفوهاش نفادي خلاص، هي قفشت عمرو مصطفى وبيكا ومو صلاح، خلاص ده شخصيه عامه، بلاش نفادي، لسه مكتشفينه وفرحانين بيه، بلاش ده. دخل الاستاذ اشرف حمدي برضه قام كاتب ايه، مش خساره فيك الريتش يا عسل، والله الريتش هي شاطره بصراحه يعني. الواد اللي ماسك الادمن حتى بقى دي البيج بتاعتها هي عرفت تجرجرنا لحد هناك وروح، بس ما حدش مننا خالص هياخد حق عمرو مصطفى، ما هو ده واحد مننا برضه يا جماعه، ده كلام. هو هنعمل ايه؟ هو الموضوع طلع ترند واحنا تعبنا منه، وهي هناك استغلته صح. في النهايه هنعمل ايه والله؟ لا يعني هو ضبط النفس، ما عندناش اي حاجه تانية. الى هنا تنتهي هذه الفقره. مش عارف ايميليا هتعمل ايه بقى في بقيه رمضان، ربنا يستر. شكرا، سلام عليكم.